الدمية دي اسمها لبوب، ودي مش لعبة عادية. واللي حصل في القصة دي ممكن يخليك ترمي كل الألعاب اللي عندك. وأنا كنت فاكر إن القصص دي كلها خرافات، لحد ما شفت بعيني إزاي دمية زي دي ممكن تغير حياة عيلة بالكامل، وتخلي طفل يختفي قدام الناس من غير صغيرة عندها 9 سنين اسمها ملك. أخدت هدية من خالتها. الدمية دي كان شكلها غريب عادي جدا، بس ليها نظرة غريبة، كأنها بتبص عليك حتى وانت مش في الأوضة. بس بعد 3 أيام بنت أختها قالت جملة غريبة أوي. لبوبو قالت لي إنك مش بتحبني، وبتقول إنك لازم تختفي. أول ما سمعتها قالت كده الكل ضحك، بس بعدها بدأت حاجات تحصل في البيت. الكهرباء بتقطع كل يوم الساعة 3 الفجر بصوت غريب اللي بيجي من أوضة الألعاب، كأن في حد بيهمس ملك اصحي تعالي نلعب. زاد الموضوع رعب إن الأم صحيت مرة على صوت خطوات صغيرة ماشية في الكورديون، ولما فتحت الباب لقيت الدمية قاعدة قدام باب الأوضة بنتها وبتبص على السقف. وفي اليوم اللي بعده ملك اختفى، لا باب الشقة مفتوح ولا في أي أثر لأي حاجة مكسورة، بس لبوبو كانت موجودة في نص السرير، في إيديها ورقة مرسوم فيها بنت بتعيط، وتحتها مكتوب مش لوحدي هنا. الشرطة دورت شهور بس ملقوش أي حاجة، واللي يخوف بجد إن في واحدة من الجيران قالت إنها شافت ملك واقفة في الشباك، بس عينيها كانت سودا وكأنها مش هي خالص. ومن ساعتها محدش في الشارع ده جاب أي دمية شكلها دي زي لبوب، لأنهم مقتنعين إن اللعبة دي مش لعبة، دي بوابة لحاجة تانية. لو القصة دي خوفتك فاستعد للقصة الجاية، لأنها عن لعبة بتختار ضحاياها بنفسها. بس دوس لايك وتشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات، وخلي بالك من الألعاب اللي في بيتك.